مساء الفل، أهلا بيك، منور بيتك، مستنيين ندوتك الجميلة إن شاء الله في الكلاب هاوس الأسبوع الجاي. ربنا يخليكي ومساء الفل ومساء السعادة والسقعة التلج اللي احنا فيها دي، وانا منتظر اللقاء ده يمكن بشغف اكتر بكتير من الاعضاء النادي منتظريني، لان يعني نادي سبورتنج ده عارفه الواحد بيحس ان هو جزء مننا يعني. كم الذكريات بتاعتنا خصوصا الكلاب هاوس اللي كنا بيمنعونا من دخوله واحنا اطفال، فكنا طول عمرنا يعني ايه متحفزين له يعني. لكن النهارده احنا داخلين كلاب هاوس بعد ما بقينا كبار بقى وخلاص يعني. أستاذ أحمد سالم، ندواتك دايما بتتكلم فيها عن مواضيع قومية أو مواضيع محلية، إحنا عايزين نعرف النهاردة أستاذ أحمد سالم مين هو بقى؟ اولا عضو نادي سبورتنج سكندري، خريج اولد فيكتوريان، يعتبر خريج كليه فيكتوريا، وقبليها كنت في EBS، خريج اقتصاد وعلوم سياسيه جامعه القاهره، درست ماجستير اقتصاد في جامعه عين شمس، بشتغل في الاعلام مذيع بقناه القاهره والناس، بقدم برنامج المواجهه، وعندي عمل خاص بقاله يعني فتره طويله، بشتغل من وانا صغير قوي قوي يعني، وبس. بالتالي يوم متجوز وعندي عمر ويوسف اعضاء في النادي طبعا هنا طول النهار بلمهم من النادي. ومؤخرا ربنا كرمني بسليم لسه صغير، كان نفسي في بنت بس ما حصلش نصيب. المرة الرابعة احنا اسره، لا انا اصلا كنت انا طول عمري دايما اقول للناس كفايه اتنين كفايه اتنين، لدرجه لما حتى سليم جه بقيت عمال اقول هودي وشي من الناس فين يعني. أيوه بالظبط. لان انا فعلا هو جه صدفه كده بدون اي ترتيب، وانا قلت يمكن هي دي البنت اللي الواحد مستنيها بقى طول عمره. انا بحب البنات زي جدا بعضه يعني بعدين بس اكتشفت ان احنا عائله لا تنجب البنات، يعني كلنا شغالين ولاد على طول. ربنا يخليك. الحمد لله طبعا على كل شيء، وسليم جميل وكل ربنا يبارك لنا في اولادنا كلنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طيب كنا عايزين بقى نعرف رحلتك مع الاعلام، كنت من وانت صغير عايز الاعلام وحابب الاعلام ولا جت بالصدفه؟ لا انا كنت حابب الكتابه، انا بحب اكتب قوي قوي، وعندي كتابين الحمد لله حققوا مبيعات كبيره جدا، انا والعذاب وهناء ومذكرات عفريت. بس بعد الكتابه ولما ظهر السوشيال ميديا بقى يعني عارفه الظروف بتضطر اي حد انه يتحول من الاعلام المقروء للاعلام المرئي شويه. الناس النهارده وقتهم عمال يقل في المتابعه، يعني كانوا زمان ممكن واحد يفضل يتفرج على مثلا نشره الاخبار نص ساعه، النهارده بقى عايز الخبر في 5 دقايق. الواحد كان زمان الناس بتقرا مقالات، النهارده لا مفيش وقت، طب قول لي انت عايز تقول ايه. بالظبط. فيمكن الظروف دفعتني لفكره التقديم التلفزيوني اللي انا بدل ما اكتبه بقوله بشكل معين. وزي ما احنا برضو اليوتيوب بقى حاجه طويله، وبالنسبه للاولاد حاجه عواجيزي يعني او مش ايقاع عصرهم، بداوا يوصلوا للتيك توك اللي هو دقيقه، معرفش بعد كده هنروح فين بقى يعني. هي التطور الطبيعي للكتابه هو التقديم، او يعني الشكل المرئي ليه هو التقديم، فلقيت نفسي في الموضوع ده. طيب رحلتك في مجال الاعلام كانت بقى صدفه ولا مجهود وتارجت كنت محدده؟ لا تارجت طبعا، انا قعدت اشتغل فتره طويله بستعد للمرحله دي، وقدمت في اماكن كتير، ودايما حتى بقول للشباب على فكره الواسطه. انا يعني لا مش مفيش، هو طبعا الواسطه موجوده ما زالت للاسف يعني، بس انت لما تحط في دماغك حاجه وتشتغل عليها وبتتدرب لها وبتدرسها وبتعمل تريننج فيها بكم كافي قوي، لما بتجيلك الفرصه بتبقى مستعد. فقعدت طبعا اتدرب فتره طويله لغايه ما الفرصه جت، وتمسكت بيها على قد ما اقدر يعني. يعني الواسطه عامل مساعد لكن لازم يكون في مجهود واصرار. لا مش عامل مساعد، هي عامل سيء جدا واتمنى يختفي من حياتنا. انا ما كانش عندي اي وسايط، بس انا بقول لك هو للاسف موجود. لكن واسطه بدون موهبه مستحيل تكمل. النهارده مفيش حد بيسكت لحد. يعني الواسطه كانت زمان ممكن تلاقي واحد مثلا عنده مثلا مشاكل في النطق، بس بقى في مهنه تعتمد على النطق، يعني الواسطه كانت فجه قوي. مع وجود السوشيال ميديا ما اعتقدش ان الواسطه ممكن تزق حد، ممكن توديه في حته، لكن ان هو ينجح مستحيل. يعني في واسطه بس مش هتعمل بوش قوي لو ما كانش الشخص ده موهوب يعني. بس انا ما اشتغلتش بالواسطه. ايوه تصريح يعني حصري، مفيش شغل بالواسطه. اعرف الواسطه في اي عمل او في اي شغل اشتغلته. استاذ احمد سالم، بما انك من اهل الاعلام، رايك بصراحه وبوضوح وبدون انحياز في الاعلام المصري؟ والله انا بشوف ان الاعلام المصري متحمل اكتر من طاقته. يعني عارفه السؤال ده لو حضرتك سالتيني من 10 سنين كان الاعلام صانع للحدث. بعد ثوره يناير الاعلام شاف عصر ذهبي بالنسبه له،
والناس ما كانتش بتقوم من قدام التلفزيون والتوك شوز. النهارده الاعلام بقى تاثيره اقل لوجود السوشيال ميديا، وبقى ناقل للحدث ومحلل للحدث، ما بقاش بيصنع اي احداث ولا بيجيب لك خبر لاول مره تسمعيه. ده يعني اقصى امله ان هو ياخد خبر على السوشيال ميديا يحلله. فمش كل حاجه نحملها للاعلام. طبعا الاعلام عليه مآخذ اكيد موجوده زي ما هي على الفن وعلى الكوره وعلى الرياضه. يعني احنا بقينا نقاد شاطرين قوي كلنا، فاكيد طبعا في حاجات غلط كتير في الاعلام وتستحق التغيير يعني. بس في برامج اعلاميه موجهه، ما نقدرش ننكر الكلام ده، مظبوط؟ بص حضرتك، خدعوكم فقالوا ان الاعلام لازم يكون محايد وغير موجه وغير مسيس. اعلام العالم كله موجه، بس موجه ازاي وفين والمصلحه مين، هو دي الفكره. يعني هي البي بي سي الانجليزيه مش موجهه، ما هي طول عمرها لسان حال يعني مش عايز اقول المستعمر اللي كان مستعمر بريطاني. هي اللي حصل مع ترامب في الانتخابات الامريكيه بالسي ان ان ما كانش توجيه، اللي هي امريكا اعتى ديمقراطيه في العالم. فالاعلام في العالم كله موجه بشكل معين، موجه بقى لنشر قوى ناعمه، موجه لنشر فكره الدوله او وجهه نظر رسميه للدوله. ده مش توجيه، دي ممكن نعتبرها نوع من الوطنيه. هو انا عشان ابقى يعني حيادي لازم ابقى ضد بلدي او ابقى معاها في الغلط؟ يعني حتى لو كان في محتوى بمعنى انني لا اكذب ولكن اتجمل برضو؟ لا، انا مش من المدرسه دي خالص. انا عن نفسي لا، انا لما بكذب لازم اقول انا بكذب، بتجمل هقول بتجمل. لكن لا انا ضد تماما فكره، لان الناس النهارده بقى صعب يضحك عليهم يعني. بص اقول لك حاجه، صعب قوي النهارده تقنعي واحد ان الابيض اللي هناك ده جراي مش ابيض، مش هقول لك حتى اسود، لا يعني الناس بقت بتركز قوي قوي في المحتوى اللي بيتقدم لهم، ولو فقدوا الثقه في فلان ده المره واحده هيفضل طول عمره موصوم ان هو الراجل اللي قال لنا كذا وطلع غلط. فصعب النهارده تضحكي على حد. ده رايك في الاعلام المصري. تمام. ميرسي لحضرتك، وبعد اذنك سبجكت تاني بفيديو تاني. اتفضل. شكرا.